السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض أكلة شعبية جامدة جدا جميلة زي ما انتم شايفين كده، وهي المزاليكا. أو هنعمل كبد وقوانص. الكبد والقوانص كده هنعملها في صينية. عايزة أقول لكم جبارة وطعمها تحفة، وكان فطار جميل جدا. وده الفطار بتاع اليوم التاني لا، اليوم الثالث بتاع اليوم الثالث في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ولو انت اول مرة بقى بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلوا كل وصفاتي. وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوة. اول حاجة بقى عشان نعمل المزاليكا، طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا قوانص، ومعايا كبدة، ومعايا بقى شرايح من الفلفل، ومعايا بصلتين كبار كده او ثلاثة. ومعايا طبعا التوابل بتاعتي. وطبعا انا مقطعه بقى كده الكبد دي كبد فراخ، والقوانص بتاعت الفراخ. طبعا دي تاني وجبه. انا كنت مقطعه معاكم الفراخ، وكنت عامله لكم قايله لكم يعني ان القوانص هنعملها في يوم، والاجنحه في يوم، والحاجات دي. فانا بدات معاكم دي اول بقى، دي القوانص اللي احنا. طبعا انا كنت عملت معاكم قوانص قبل كده في اول يوم في رمضان. عملت معاكم القوانص، عملتها في صينيه جلاش. وعملت خدت ربع فرخه، عملت بيه ربع، يعني خدت صدر من ربع من الصدر. وعملت بيه كفتة معاكم، وده كان أول يوم فطار لينا. تعالوا بقى ده التاني يوم أو تالت يوم، لا ده تالت يوم. معايا بقى برضو كبد وقوانص. طبعا كل ما اجيب فراخ كده بركن القوانص بتاعتهم والكبده لحد ما بحوش حبه حلوين كده. تقدروا تعملوا بالقوانص ديت. ممكن تعملوا بيها كباب حله، ممكن تعملوا بيها اي وصفه. طبعا القيمه بتاعتها الغذائيه عاليه وجميله جدا وحلوه. ويلا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا. طبعا انا معايا بقى دول بتوع حوالي كده يجي 10 فرخات، يعني قوانص بتاعت 10 فرخات. والكبد برضو بتاعتهم كنت محوشاهم يعني بقى لي فترة كبيرة. بعد كده بقى جبت صينية بعد ما قطعتهم. طبعا القوانص بتبقى فيها 3 فصوص. قطعت كل فص لوحده، يعني محطتش القناصة بحالها، لا قسمتها على 3. قطعت القناصة على 3 قطع. معايا بقى صينية كده حطيتها على البوتاجاز، ونزلت بيها بمعلقة من السمنة. وحطيت دهن كده من الدهن بتاع القوانص. بيبقى فيه على القوانص كده بيبقى فيه دهن كده، شلته من عليها وحطيته معاها. اول بقى مساح مع السمنه نزلت بالقوانص بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ولو انت اول مره بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. وعايزه اقول لكم الاكله دي بجد تحفه يا جماعه وجباره. طبعا بقى القوانص بتاعتنا اتحمرت اهيت. وطبعا القوانص بتاخد وقت كتير عن الكبده، فلازم ننزل بها الاول لحد ما تقرب على السوا كده. وبعد كده هي اتحمرت بقى وقربت معانا على السوا اهي. هركنها في جنب، وهنزل بقى بالكبد والقلوب. لا، انا نزلت بالقوانص والقلوب الاول لحد بقى كده ما استووا وخدوا تحميره حلوه كده، ركنتهم على جنب. وهننزل بقى بالكبده بتاعتنا. وطبعا برضو الكبده بتاعتنا مقطعها قطع كبيره مش قطع صغيره. اول بقى ما الكبده تتشمح كده يعني تتغير لونها، هلم كله مع بعضه. واكون مجهزه بقى معايا بصلايه وقرنين من الفلفل. ومعايا يعني معايا قرن فلفل اخضر، ومعايا فلفل الوان. طبعا بتنزل كده بقى على السمنه، بتاخد صدمه وما بتنزلش ميتها، لان احنا طبعا يعني بنديها كده بنقفل المسام بتاعتها، فما تخليش تنزل ميه خالص. وطبعا هتتحمر بقى كده كلها مع بعضها. انا قلبتهم كده مع بعض. ريحتها ما اقولكوش عليها، ريحتها بجد تحفه يا جماعه. تحفه، وطعمها كان جميل، وبجد احنا اكلنا لما انبسطنا. بجد بجد الاكلات الشعبيه ديت اكلات جميله واكلات بسيطه، وبتفتح النفس وبتخلي الواحد يعني بجد كده ياكل. طبعا كده انا قلبتها كلها مع بعضها. هسيبها بس كده دقيقتين 3 كمان يتشوحوا مع بعض. وبعد كده بقى هشيل الغطا وهحط بقى الخضار بتاعنا. واول حاجه هبدا بها بالبصل الاول.
ممكن تحطي بقى بصلتين 3 كده حلوين كبار وتحطها عليها. دول معايا بصلتين اهمت كبار قطعتهم ونزلت عليهم، يا دوبك برضو ياخدوا البصل كده يدبل شويه، واكون بقى نازله انزل بالفلفل وبالتوابل بتاعتها. عايزه اقول لكم هي كده شكلها لوحده يفتح النفس، يعني كده رغيف بلدي وشويه طحينه وشويه مخلل وتتاكل لوحدها اكل كده. بجد أكلة جامدة جدا وتحفة. أنا بموت في الأكلات الشعبية البسيطة الجميلة دي، أكلات كده خفيفة وبسيطة وبتفتح النفس. هنزل بقى بالتوابل، بابريكا وكزبرة وكمون وتوابل فراخ وتوم بودر وملح. طبعا الفلفل هنخليه اخر حاجة علشان احنا مش عايزين الفلفل يستوي قوي، عايزينه كده يبقى يتنيه كده بالخضار بتاعه بالجمال بتاعه ده. وصلتوا لحد كده بقى حطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه لو انت اول مره بتتابعوني. كده خلاص البصله دبلت بقى مع التوابل ومع الكبده والقوانص. هنزل بقى بالفلفل بتاعنا، والفلفل معانا الوان اهو، طبعا فلفل مجمد، والاخضر ده فريش يعني موجود جايباه طازه. شايفين الالوانات جميله ازاي وتفتح النفس، وحاجه بجد تحفه يا جماعه. شايفين بقى ولا سردة مية ولا فيها اي حاجة خالص، لان احنا ادينا الحاجة بتاعتنا صدمة وروح، عشان كده ما نزلتش مية ولا اي حاجة. اخر بقى حاجة هضيفها لها هي طماطماية واحدة وعصرة بقى من الليمون. وعايزين تحطوا خل حطوا، مش عايزين انا بصراحة ما حطيتش خل، لان الخل بيتهيألي بيزود الزفارة، فعشان كده ما حطيتش خل، اكتفيت بس بالليمون. ممكن تحطي توم فريش عادي، انا اكتفيت بالثوم اللي هو البودر ده كده. عصرة من الليمونة اهيت، يا دوبك قدها دقيقتين اتنين وبعد كده هقفل عليها وتعتبر كده الوصفة بتاعتنا الجميلة الجبارة ديت استوت وبقت زي الفل. وهنعمل بقى جنب منها مكرونه محمره طبعا انا كنت قايله ان انا هجيب عيش بس وهاكلها بالعيش كده ومخلل كده وخس وحاجات من ديت. ابني بقى طلب ان اعمل له شويه مكرونه جنب منها، فعملت مكرونه محمره. طبعا متحمره بقى تحمريها كده زي ما انت شايفه، وبعد كده بقى وكمان سلقت كمان جنب منها بطاطس صغيره كده هحمرها جنب منها. وطبعا كان عندي شويه شوربه حطيت عليهم مرقه ماجي، ودي اللي انا هسقي بيها المكرونه. يعني دي شوربه وحطيت عليها كمان مكعب مرقه دجاج بتخلي طعم المكرونه جميل وحلو. هسقيها هنزل بقى بالشوربه على المكرونه وهسيبها بقى تستوي كده وتختم مع نفسها. وطبعا زي ما قلت لكم كده البطاطس برضو هقشرها وهقليها، اعملها كده بطاطس مدوره كده يعني. هقسم البطاطسية كده على 3 بطاطسات وبعد كده هحمرهم في الزيت. وعايزة اقول لكم بجد اكلة تحفة جدا جدا. البطاطسيات بعد بقى ما انسلقت قشرتها وقطعت كده الواحدة 2 3، ومعايا الزيت بقى على البوتاجاز. اول ما يقدح هنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا وهوريكم بقى الفطار بتاعنا الجميل البسيط، الاكل الشعبي اللي تحفة، اللي مفيش حاجة تعلى عليه، واكل بجد يفتح النفس بحاجات بامكانيات بسيطه. عملنا احلى فطار، فطار جميل. وعايزه اقول لكم ده انا طبعا كنت منزله معاكم فيديو تفريزات الفراخ. انا خدت بس اللهم صل على النبي، خدت منهم ربع فرخه اللي عملت بيه الكفته معاكم اول يوم، وخدت بيهم القوانص. انا كنت دي القوانص ديت اللي انا عامله بها الفيديو ده النهارده، دي كانت عندي من الشهر اللي فات. لكن القوانص اللي كانت بتاعت الفراخ اللي كنت منزلاها معاكم ديت اللي انا عملت بيها صينيه الجلاش في اول يوم في رمضان.
طلعنا بقى البطاطس بتاعتنا اهيت، هنرش عليها بقى شويه كمون كده بشويه ملح، والمكرونه بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. وكده اكلتنا كلها النهارده او فطارنا النهارده كله بقى جاهز وزي الفل. عملنا جنب منهم بقى عصير مانجا من اللي انا كنت فرزاها معاكم في الصيف. كل حاجه هي جاهزه، بوريكم كل حاجه جاهزه. المكرونه استوت، البطاطس اتحمرت، ومعانا المزاليكا بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. وده فطارنا الجميل اهوت. ايه رأيكم بقى في الجمال والروعة؟ اكل ده يفتح النفس ولا لا؟ اكل جميل وبسيط ولذيذ وبأقل امكانيات، يعني فطار والله عايزه اقول لكم فطار فعلا جبار ويفتح النفس. اتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي رايكم، يا ترى المحتوى بتاعي بيعجبكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.